شوية حاجات من يوم ما عملتها شغل البيت بقى خفيف على قلبي. تنظيف بالتايمر، حطي لنفسك 10 دقايق واعملي سباق مع نفسك لكل أوضة، هتستغربي كمية الحاجات اللي أنجزتيها. المواعين وتكاثر المواعين، عارفة ليه كل شوية بتلاقي كم مواعين قد كده؟ عشان بيتراكموا. جربي كل ما تحطي طبق، كوباية، معلقة، أي حاجة في الحوض تغسليها أول بأول. الكركبة والحاجات اللي ملهاش لازمة، لبس، علب، كراتين، اكياس، برطمانات او اي حاجه مش بنستخدمها، تخلصي منها فورا. اول ما بقوم من النوم مفيش تليفون، التليفون ده واقفه حال حرفيا يا جماعه. بعد ما اخلص اللي ورايا ابقى امسك التليفون. اول ما اصحى برتب سريري، ترتيب السرير يعني 3/4 الاوضه ترتب. التنظيف العميق للبيت مره في الاسبوع بيريحني الست ايام التانيين. هنتعب يوم ونرتاح باقي الاسبوع. طبعا استثمرت فلوسي في الادوات والاجهزه اللي بتسهل عليا شغل البيت، سواء بقى جهاز شفط ميه، جهاز بخار، جهاز بقع، وادعوا لي ان انا اجيب غسالة الاطباق. بطلت افضل ارغي بالساعات مع ناس ملهاش لازمة. بيتي واسرتي اولى بالساعات دي، واهم حاجة الذكر وانا شغالة. بدل ما افكر بقى في الحاجات اللي مضايقاني، بذكر ربنا، بخصص ذكر الحوقلة، الصلاة الابراهيمية، الاستغفار، اي ذكر وافضل اردد فيه. مسح على الماشي، فوطة او وايبس، 5 دقايق، الخشب، الازاز، حالا حالا كده تلاقي الشقة كلها واخر 5 دقايق قبل النوم لمي اي حاجه في الصاله، الالعاب في بوكس، رجعي الكوشنز وكل حاجه مكانها، هتصحي الصبح والبيت تقريبا كله فله شمعه منوره. عجبكم الفيديو؟ ما تنسوش لايك وكومنت وشير لحبايبكم، ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا متابعه. احبكم قوي.